السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وحشتوني جدا. جه ميعادنا مع حلقة طال انتظارها من حلقات كورس كيفية التعامل مع أنظمة التشغيل المختلفة. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الثوابت اللي ممكن تقابلك واللي اوريدي موجودة في كل برامج تشغيل محطات الخرسانة، واللي كانت بتتكون من 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة ازاي ان انا اعمل اوردر. الحاجة التانية الريبورتات، ازاي اتابع الاستهلاكات بتاعت الخامات بتاعتي عشان اقدر اشوف انا ماشي مظبوط ولا عندي عجوزات ولا الدنيا ماشيه ازاي. والحاجه الثالثه الدليفري نود، السند اللي بيطلع بيقول لي العربيه فيها ايه عشان خاطر العميل. طبعا عشان اكريت اوردر، ودي من الحاجات المهمه جدا، وهي دي اصلا كور محطه الخرسانه، ان انا اطلع المتر للعميل. عشان اكريته لازم ان انا اكريت اسم العميل وكريت الخلطه، وعشان اكريت الخلطه لازم ان اكريت المحتوى بتاع الخلطه من اسمنت ورمل وسن وماده وميه، وان انا اكريت العربيه اللي احط فيها الخرسانه. طبعا العربيه بكريتها بالكباستي بالساعه بتاعتها بتشيل لكام متر، وبكريت المضخات هي بتضخ لكام متر، يعني العربيه بالساعه والمضخات بالاطوال. طبعا دي من الحاجات الثوابت اللي احنا اتكلمنا عليها، واللي النهارده ان شاء الله هنشوفها بشكل عملي قدامنا مع اول برنامج بنبدا ان احنا نشتغل بيه. وطبعا عشان البرنامج ده مهم جدا وفي الفتره الاخيره بدا ينتشر بصوره كبيره، حبيت ان انا ابدا بيه عشان يكون في استفاده كبيره جدا جدا جدا. طبعا البرامج التانية مهمه جدا وهيهم ناس كتير، واوريدي في ناس بتتعامل معاه وممكن تقبل انها تتعامل معاه، فلازم تبقى عارفه هي بتتعامل معاه ازاي. طبعا زي ما قلنا ان كل المحطات ليها ثوابت، وده اللي احنا اتكلمنا فيه واهتمينا بيه، ولكن هي بيختلف من برنامج للتاني الشكل بتاع البرنامج والكيفيه ان انا ابدا اتعامل معاه واوصل للثوابت ديت. فالنهارده هنبدا نشتغل على برنامج الاي باتش، وده من البرامج المهمه جدا والمنتشره بصوره كبيره، واللي اعتقد هيبقى افاده كبيره كتير جدا لناس كتير جدا المقبله على مجال الخرسانه ولسه بتتعلم، او اللي اوريدي في مجال الخرسانه ممكن يكون في حاجات واقع منها وعايزه تكملها. وبالمره تذكره للناس اصحاب الخبرات اللي احنا ما زلنا بنتعلم منهم. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده وعملي من الالف للياء، ويا رب يا رب تكون الحلقه مفيده ليكم. وطبعا لو استفدتوا يعني نسالكم خير الدعاء. يلا بينا يلا بينا. زي ما قلنا كده بالظبط في المقدمة، إن إحنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتعامل مع برنامج ليه باتش، وهنبدأ نعرف أساسيات اللي موجودة في أي برنامج هتشتغل عليه في مجال الخرسانة الجاهزة. وكمان بس اللي بيفرق زي ما قلنا في المقدمة بين برنامج للتاني هو الانترفيس إن هو الشكل العام بتاع البرنامج وأماكن الحاجات اللي أنا محتاجها. احنا النهارده هنبدا زي ما قلنا عشان خاطر ان احنا نعمل اوردر، وعشان خاطر ان احنا نقدر نحمل ونطلع المنتج بتاعنا محتاجين ان احنا نكريت العميل. لما نحب نكريت العميل على الاي باتش هنروح على administration، ونروح جاي دايسين على بيرسونز، او يجينا الكاستمر اروح جاي قايلين نيو، ونبدا نحط مثلا الاسم اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا عندي العميل اسمه احمد. في حاجتين تانيين لازم نحطهم عشان خاطر العميل العميل لما اسجله يقبل معايا وما يدينيش اي رساله ايرور. بدي العميل مثلا اي رقم، وليكن مثلا هدي رقم 12، وهدي البيرسون اي دي رقم 12. ده بيبقى ارقام الخاصه بالعميل، وبعمل له سيف وبقول له يس. هنا قال لي ان الفات الرقم اللي انا سجلته اللي هو 12 متسجل في مكان في نفس متسجل موجود يعني على الداتابيس بتاعتي. طبعا لازم يكون الارقام اللي موجوده ارقام ثابته، مش متكرره، تبقى حاجه موحده، يعني كل واحد بياخد رقم مش متكرر. هنقول مثلا 12 12 13 12 12 13، ونقول له سيف. هيبدأ ان هو يسيف معايا لان الرقم مش موجود، هيقول لي خلاص هو اوريدي اتسجل على الداتا بيز بتاعتي. طب انا حبيت ان انا امسحه، برضه واقف عليه واقول ديليت واقول يس، هتلاقيه اتمسح من عندي. عايز انزله تاني
هنروح هنا نقول أحمد، وهنا الرقم بتاعنا 12 12 13 12 12 13. نحط أي رقم، الرقم ده مش حاجة يعني ثابتة، ده أي رقم بحطه، أهم حاجة إن هو ما يتكررش. وأقول له سيف. يس. قال لي شكرا أنا اتسجلت على الداتابيز بتاعتي وبقى عندي العميل. عايز مثلا أعدل فيه الاسم بتاعه، أعدل فيه الرقم بتاعه لو حط فيه حاجة غلط، بخش زي ما احنا شفنا كده، بعلم عليه واخش على edit، وابدأ ان انا اعدل في اللي انا عايز اعدله. طيب ده بالنسبة للعميل. انا لو عندي محتاج ان انا اسجل كمان سواقين عشان لما اجي اعمل اوردر احط اسم السواق، بروح على درايفرز واقول له نيو، نفس الكلام. هقول له مثلا السيرنيم مثلا بتاع السواق مثلا محمد، واديله برضو رقم مش متكرر قبل كده، واقول له سيف. طبعا لو عايز اسجل بالعربي هيتسجل عادي بالعربي، تسيف معايا زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا السبلاير ده مش محتاجه قوي، يعني ده مورد، ما يعني مش محتاج قوي ان انا اسجل هو السبلاير كونتاكتور. انا بالنسبه لي اهم حاجه الكاستمر والدرايفر. طيب انا كده سجلت العميل اللي اسمه احمد. طيب قبل ما نروح نشوف بقى موضوع الخلطة ونروح نشوف الماتيريال بتاعتنا، تعالى بس عايزين نسجل العربيات والبمبات بتاعتنا. بنروح على administration برضو، بس تحت البيرسون في الفيكلز، العربيات، بروح جاي عامل نيو. الشاشة دي مهمة أوي. الشاشة دي هي عبارة عن إيه؟ أنا بيقول لي هنا البلات اللي هو رقم المعدة بتاعتي، تي ام كذا أو سي بي كذا. تي ام اللي هي تراك ميكسر اللي هي الخلاطة، والسي بي اللي هي الكونكريت بامب اللي هو البامب بتاعي. طبعا أنا هنا لو بسجل عربية هقول مثلا هنا التي ام مثلا تلات أصفار مثلا. طبعا تراك هنا بيقول لي العربية دي ملك الشركة ولا عربية إيجار أو عربية خارج مش ملك الشركة، فأنا أقول له لا دي عربية الشركة. خلاص. والكباسة بتاعتها 10 متر، بتشيل 10 متر بس. لكن انا ما بحطش اللينس دوت، بحطه مع بامب 36، بامب 43، 42، 55، 61، ايا كان طول بامب بحطه مع البامب واعمل له سيف. يس. كده هو نزل معايا. لو انا عايز البامب سي بي مثلا 100، واقول هنا اعلم على البامب واحط اللينس بتاعي مثلا 55، واقول له ده بتاع الشركة، وأقول له سيف. هينزل معايا. لو لاحظنا كده تحت هنا كده هنلاقي تي ام 3 اصفار انا سجلتها، السي بي 100 اللي انا سجلتها موجودين عندي تحت. طيب انا كده سجلت الخلاطة وسجلت البومب ده، لما اجي اعمل اوردر اسجلهم. تعالى بقى نشوف موضوع الخلطة انا عشان خاطر اسجل اي خلطة لازما مهم جدا اعمل ايه، لازما مهم جدا ان انا اروح لحتة الماتيريال بتاعتي. انا عندي، انا هعمل خلطة. الخلطة بتتكون من ايه؟ بتتكون من ماتيريال، بتتكون من محتوى اسمنت، محتوى مية، محتوى سن، محتوى رمل، محتوى اضافات. طيب انا جيت الشاشة دي منين؟ نخرج بره ونروح على administration ونقول له factory setup، ونروح على الماتيريال. انا هنا بكريت الماتيريال بتاعتي. لو هنلاحظ هنا نقول الماتيريال، الكود بتاع الماتيريال بديها كود، ولازم كل ماتيريال ليه كود مختلف ايا كان الكود ده ايه. خلاص. وبكتب الماتيريال نيم، اسم الماتيريال ساند بقى او اسمنت او بي سي، اسمنت اس ار سي، ايا كان المسمى بتاعها. خلاص. في حاجة مهمة جدا جدا جدا، انا طبعا هنا ما بسجلش غير الكود والماتيريال نيم. في حاجة اسمها الجروب نيم. يا ترى هي الماتيريال اللي انا هحطها ديت هتتخصص او هتبقى تبع الاجريجيت السن والرمل، ولا تبع الاسمنت، ولا تبع المية، ولا تبع الاضافات. فدي مهمة جدا، مهمة جدا اكون واخد بالي منها وانا بحط المادة، بكالة المادة بتاعتي. طبعا في حتة مهمة جدا قبل ما نروح نشوف الخلطة والكلام دوت،
الاستورج بتاعتي. الستورج ديت هي الاماكن اللي موجود فيها الماتيريالز اللي على السكادا، الشاشه اللي بتشتغل بعد كده وبيقول لي انا بوزن والمواتير شغاله والدنيا شغاله والاوزان شغاله، وهنشوفها بعد شويه مع بعض. فهي دي الاستورج. انا عايز بقى ايه هنا؟ المعنى هنا من الاستورج ان انا احدد انا مثلا سايلو واحد في اسمنت او بي سي ولا اس ار سي، والاسمنت بتاعه ايه. سعر اتنين نفس الكلام، ده بالنسبة للأسمنت. طب المادة، موتور واحد بياخد مادة اسمها ايه، زي ما احنا شايفين كده. ادي الاستورج اللي هو بتاعي، اللي هو مثلا موتور واحد مسمى بتاع المادة كذا، موتور اتنين مسمى المادة كذا. ونفس الكلام بالنسبة للأسمنت، ونفس الكلام بالنسبة للهوابر بتاعت الأجريجيت، نفس الكلام. الهوبر واحد رملة، هوبر اتنين رملة، هوبر تلاتة سن اتنين، هوبر أربعة سن واحد، وهكذا. الحتة دي مهمة جدا. أنا هنا بعمل إيه؟ أنا هنا بعمل، لو عايز أعمل إيه، أغير أي حاجة، أغير أي كود، بروح مثلا أنا عايز مثلا الماتيريال بالنيم، دوس عليها ويجيب لي مثلا عايز مثلا اغير الهوبر دوت لسن تلاتة مثلا، او سن مثلا اتنين. طبعا انت لما تيجي تغير هنا بتيجي تغير المسمى بتاعك خلاص، وبتعمل سيف، بيتغير اوريدي عند السكالا بتاعتك اللي انت غيرت المسمى بتاع الهوبر اللي انت واقف عليه، عشان خاطر لما تيجي تحمل. طبعا لازم المسميات دي تبقى هي اللي موجودة في الخرطة اللي انت شغال عليها، عشان خاطر ما يحصلش ايرور معاك. طيب انا بقى عايز اروح بقى ايه، نشوف نعمل خلطة ازاي. هنروح على الريسبي. طبعا معلش الشاشة مش متظبطة قوي، عشان مش جايب الصورة كاملة عشان الريزولوشن بتاعت الشاشة بتاعتي. طبعا احنا عملنا عميل اسمه احمد اهو ظهر عندنا، ونعمل سيرش. طبعا ما فيش اي خلطات، فاحنا هنعمل ايه؟ هنكريت خلطة. هنقف على اي ايقونة من ديت ونطلع فوق، نقف دبل كليك على ريسيب نيم، نسمي مثلا الخلطة مثلا مثلا دي هي اسم ايه مثلا، نقول مثلا 250 او بي سي. هنا لما الريسيب اي دي هو بيقول لك انا عايز لها كود، انت ممكن تحطها كود وممكن تحطها نفس المسمى بتاعك عادي، عشان احنا يا جماعة شغالين شغل العادي من غير الساب. احنا قلنا الساب دوت قصة تانية هنتكلم فيه بعد كده، بس احنا بنتكلم على لو انا بعمل شغال مانيوال من غير ساب ومحطة شغال عادي جدا، هتعامل معاها ازاي. بعد كده اروح هنا بقى، انا عايز بقى، انا عندي كم ماتيريال مثلا في الاجريجيت، عندي 3، عندي سن، عندي رملة قصدي، وعندي سن 2 وسن 1. عندي كم نوع اسمنت اشتغل بيه؟ عندي اسمنت واحد هو مثلا او بي سي. عندي المية واحد ووتر. عندي مثلا المادة موتور واحد هشتغل منها، وطبعا لو انا هشتغل موتورين فانا بعمل 2 عشان يفتح لي خانتين. مثلا أقول مثلا 2270، مثلا أحط أي حاجة مثلا 100، 750 مثلا، 700 هنا مثلا 450، 550 مثلا. كل دي أمثلة. 500 أحطها 250، وهي 180 مادة مثلا 5 كيلو. كل ده طبعا المحتوى في المتر، المحتوى في المتر. بعد ما اخلص القصة دي تروح جاي ده عامل ايه بقى، تروح ده عامل هنا ابروف في البرودكشن. لازم أن اكون ابروف عشان لما اجي اسيف الخلطة بتاعتي تكون بالاخضر، عشان لما اجي اشتغل ادي اوردر. طول ما هي بالاخضر كده لما اجي اشتغل ادي اوردر هتشتغل معايا. لكن لو انا مش عامل لها ابروف وقلت سيف، سوري ادخل اول، اقف عليها الاول، نشيل الابروف بتاعنا، نقول سيف. لو جينا دخلنا شوية هنلاقيها بالاسود. طول ما هي بالاسود كده مش هتشتغل معاك، كده هي مش متأكتفة أو مش جاهزة إن هي تحمل منها. فلازم نروح واقفين عليها ونقول أبروف وندوس سيف، نقول له يس.
نيجي نقف هنا مثلا عشان نتأكد إن هي متأكتفت خلاص، هتلاقيها باللون الأخضر. بعد كده نروح على دي صفحة الأوردرات. طبعا حد يقول لي هي ليه بهتانة كده ومش أكنها متهدنة مختفية ومش شغالة؟ لأن أنا مش موصل الجهاز ببي ال سي عشان خاطر تديك الشكل اللي هو المعتاد، ولكن هعرض فيديو بعد شوية ازاي بنعمل الأوردر والتحميل شغال ازاي، وتلاقي الدنيا طبيعي وشغالة طبيعي جدا أكنك في المحطة بالظبط. ولكن هنا الشكل دوت بسبب ان الجهاز مش متوصل بالبي ال سي، وممكن تكون انت في المحطة وظهر لك الشكل ده. لو ظهر لك الشكل ده اعرف ان في مشكلة في الاتصال ما بين الجهاز بتاعك وبين البي ال سي، يعني الجهاز مش شايف البي ال سي. فهنروح هنا طبعا هنا عشان خاطر الريزولوشن بتاعت الشاشة فمش باينة قوي. المفروض هنا بيبقى فيه اد اوردر على الشمال وفي اد اوردر على اليمين. اللي على الشمال دوت ده خاص بالشغل بتاعنا اللي هو من غير الساب، اللي هو شغل المانيوال. ولكن اللي على اليمين بيكون خاص بالساب، وده قصة تانية زي ما قلنا هنتكلم فيها بعد كده. طب انا لو ما لقيتش الخانة دي موجودة هنا، بروح على برودكشن واقول له اد نيو. طبعا هروح هنا واختار العميل اللي انا لسه مكريته وادوس انتر، دبل كليك قصدي عليه. لو عايز تحط اسم سواق او طبعا تحط اسم السواق ومشغل البامب هنا لو انت عايز، ويفضل طبعا انا هنا قلت انا عايز اختار اعمل سيرش على هنا دي علامة السيرش، اعمل سيرش على الريسبي خلاص عن طريق الكاستمر اللي احنا اصلا دخلنا على الكاستمر بتاعنا الاول وكريتنا الخلطة بتاعتنا. عايز الخلطة بتاعتنا باللون الاخضر فهي كده جاهزة ان هي تشتغل. واحط كمية الاوردر كله وليكن مثلا 500 متر. هنا عندي هنا عندي اد اند ستارت. اد اند ستارت اللي دوست عليها هيبدأ يضيف الاوردر هنا على الصفحة الرئيسية بتاعتنا ويبدأ يشتغل. هيشتغل كام متر؟ 500 متر. طبعا انا بدوس هنا اد اند ستارت غير في الخطوة الثانية ودي اللي هنشوفها مع بعض بعد شوية، ولكن انا بقول اد برودكشن، انا عايز اضيفها على البرودكشن. فتلاقي الاوردر نزل اهو، العميل بتاعي اسمه احمد والخلطة بتاعتي 250 او بي سي وكمية الاوردر 500 متر. طبعا هنا لما باجي عايز اشتغل منه بروح واقف عليه واعمل حاجة اسمها سبليت. انا هعرض فيديو شوية، هعرض فيديو بعدها على طول يوضح الموضوع بصورة اكبر. بدوس هنا سبليت وبعد كده بقول واحد، بيظهر لي الشاشة صغيرة بقول واحد والكمية اللي انا عايز اخد منها. السبليت يعني انا عايز اقسم الاوردر ده على حسب ما انا عايز. انا مثلا حملت 10 متر فاروح جاي قايل واحد واروح جاي كاتب 10 عشان انا هاخد 10 من ال 500. هيبقى عندي هينزل لي اوردر جديد ب 10 متر خلاص، وال 500 دوت هينقص 10 هيبقى 490 وهكذا. يعني انا عملت عندي اوردر اساسي وابدا اقطع منه باخد منه اللي انا عايزه حسب الكميه اللي حملها في العربيات الموجوده عندي. ده معنى كلمه سبليت. طبعا الايديت لو انا عايز اعدل في كميه الاوردر بقف على الاوردر وبعدها ايديت عشان لو حابب ان انا اعدل مثلا في الخلطه او اعدل في كميه الاوردر بتاعتي. تعالوا بقى بينا نشوف مع بعض فيديو بيوضح التحميل بيشتغل ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده ده شكل، طبعا الدنيا مخضرة بقى والدنيا لبني. طبعا الجزء اللي نوقف الجزء اللي تحت دوت ده الخاص بالساب خلاص. دي اوردرات هتيجي من الساب مش هنتكلم عليها دلوقتي. والجزء اللي يهمني هو الجزء اللي فوق. طبعا الاوردر الاساسي بيكون موجود هنا خلاص. وهنشوف مع بعض هو بنعمل اوردر ازاي. طبعا قبل ما بيشتغل بيروح عامل ايه؟ طبعا لازم يروح يشوف الخلطه بتاعته متاكتفه ولا لا. بيروح اختار اسم العميل بتاعي، بيختار اسم العميل اللي هو المفروض الاوردر عليه على اليمين زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده يروح جاي بالخلطة بتاعته. شوف هي بالاسود اهيت، هيدوس على ابروف فول برودكشن ويعمل لها سيف عشان خاطر هو كده بيأكتفها. هي مش بتأكتفها فبيأكتفها عشان لما يروح يحمل منها تشتغل معاه. طبعا هو هنا بيعدل من اسم مادة وعايز يعدل اي حاجة في الخلطة لو في حاجة مش مظبوطة فيها. لو حابب مثلا في مثلا المية عايز ينزل فيها سنة، الموتور عايز يغير اسم الموتور، يعني
ايا كان هو عايز يعمل ايه، فبيقدر ان هو يعدل في الخلطه بتاعته. هيروح بقى يروح جاي دايس على السبليت، هختار سبليت، بيختار على اليمين الشمال بيحط الواحد، وعلى الناحية التانية بيحط مثلا رقم التحميل بتاع العربية. زاوشة بيقول له سيف، بيقول له اوكي. هنا بيحط اسم السواق. طبعا كمية اللي تحت تبقى هي الكمية اللي عامل بيها سبليت. هنا بيختار نوع البomb بتاعه، بومب كام. بعد كده بيبدأ ان هو هنا الشاشة دي بتقول له لو انا عندي الشاشة دي لو انا عندي مثلا 3 سيلوهات او سيلوهين بنفس اسم الاسمنت الموجود في الخلطة، فهو بيديك الاوبشن تشتغل من سيلو واحد ولا سيلو اتنين. نفس الكلام لو عندي كذا مثلا، عندي كذا مسمى، عندي مسمى واحد وكذا حاجة موجود على السكادة بنفس الاسم، فهو بيخيرك تشتغل من ده ولا تشتغل من ده. ده معنى الشاشة ديت. بس بعد كده بيبدأ ان هو طبعا قال لك اد برودكشن سوري اد ستارت، ويبدأ بعد كده ان هو ايه يبدأ الاوردر يشتغل الميكسر بتاعه، ويبدأ الاوردر يجيله، ويبدأ ان هو ايه يشتغل، وتبدأ التحميل يشتغل زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده الاجريجيت بتاعنا، شفت البرنامج ده الاجريجيت، ودي المية، ودي الاضافات، وده الاسمنت. شكل موضح كل شيء. من الثوابت المهمة برضو لازم نكون عارفينها الريبورتات. أنا لما أحب أجيب الدليفري بتاعي بعد ما أحمل خالص، بروح داخل على ريبورت وأخش على برودكشنز. خلاص هنا بحدد بقى لو أنا عايز حاجة قديمة بحدد الأيام من هنا من كام لكام. لو أنا عايز أطبع البون الحالي، وقت ما بخلص بلاقي البون موجود عندي هنا، بدوس عليه، وطبعا بيكون هنا في خانة برنت بدوس عليها وبيطبع لي البرنتر اللي موجودة عندي. ده بالنسبة لو أنا عايز أطبع الدليفري بتاعي البوم بتاعي. لو عايز أجيب الاستهلاكات بتاعتي، طبعا هنا دي هنا البيانات بتاعة البرودكشن بتاعي. هنا بيظهر لي هنا البيانات بتاعة البرودكشن بتاعي، لو عايز أجيبها لكل خلطة أو لكل أوردر، من ريبورتس وبرودكشن ديتيلز وبرودكشن ريبورتس. طبعا الماتيريال ريبورت دي بالخامات بتاعتي، انا استهلكت الخامات بتاعتي، الكميه بتاعت الاستهلاك. طبعا في كل ريبورت فيه لازم نحدد المده بتاعتي. طبعا هي دي حاجه مهمه جدا. ده بيقول لي هنا اللي انت عايز بالنسبه للاوردرات، انا دايما بجيب الكومبليت بس، لكن بالنسبه للاستهلاكات الماتيريال دايما بجيب كله. يعني دايما بجيب كله. انا الماتيريال بقى كانت مانيوال كانت كومبليت، انا حملت وكنسلت، فهو حسب كميه معينه من الماتيريال، فانا دايما بختار الاختيار كله في الماتيريال عشان اشوف استهلاكاتي عامله ازاي. ولكن في البرودكشن كاوردرات او ك كل اوردر لوحده او كل عميل، دايما بجيبها للكومبليت بس، لان هو ما بتسجلش عندي غير الكومبليت فقط لا غير. حاجة مهمة برضو لازم نكون عارفينها، أنا محتاج إن أنا أدخل الماتيريال بتاعتي من البرودكشن وريسيف ماتيريالز، رقم مثلا الفيزا، طبعا السبلاير بتاعي اسم السبلاير مثلا، هنقول مثلا المصرية. طبعا ده لو أنا مسجله، رقم البيت لو أنا مسجله. بختار الماتيريال بتاعتي. هنا يقول لي أنا عايز أدخل OBC. هنا بيقول لي أنا أدخل على أنهي سايلو، فأنا أختار مثلا سايلو واحد. هنا ده بيقول لي الستورج كوانتيتي اللي فيه قد كذا، والماكسيمم كوانتيتي اللي السايلو يشيل لحد كام. فأنا مثلا بحط الكمية بتاعتي، مثلا عايز أحط مثلا 50 طن، وأروح جاي أعمل آد، فتروح جاي الكمية نزلت عندي 50 طن بتاعتي نزلوا في سايلو واحد. ده لو أنا عايز أضيف الأسمنت عندي على السايلوهات عشان خاطر وأنا شغال أبقى عارف ومتابع الاستهلاكات بتاعي، خصوصا في الأسمنت. تروح جايز كومبليت، خلاص كده. وعرفنا ازاي بنكريت الاساسيات لحد ما بنقدر نعمل الاوردر بتاعنا. ودي كانت حلقة النهاردة مع الاي باتش. ان شاء الله استنوني ان شاء الله الحلقة الجاية في برنامج جديد، برضو برنامج تاني موجود في السوق، علشان خاطر تعرف ازاي تتعامل معاه. هنعمل نفس الخطوات ولكن
الشكل مختلف بقى، الكيفية مختلفة. هروح فين عشان أكريت العربية، هروح فين عشان أكريت العميل، هروح فين عشان أكريت البامب، هروح فين عشان أكريت الماتيريال بتاعتي وعلشان خاطر أعمل الخلطة بتاعتي، هروح فين عشان أبدأ أساسا أعمل الأوردر بتاعي. يا رب يكون الفيديو فاتكم، الحلقة النهاردة كانت مفيدة ليكم، واستنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله من كورس كيفية التعامل مع أنظمة تشغيل مختلفة في مجال الخرسانة الجاهزة. كان معاكم أحمد عبد الغني، أشوفكم على خير إن شاء الله، وما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة